هنعمل عجينة الطعمية في البيت بكل سهولة، ولو جيتي حسبتيها هتلاقيها اوفر من بره بكتير. هنبدأ فيها على طول، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لي لايك لو اول مرة تتابعيني. يلا بينا نبدأ في المقادير على طول، والمقادير بسيطة جدا. اول حاجة معايا يا ستي نص كيلو من الفول المدشوش، بتجيبيه من عند العطار، تغسليه وتنقعيه في المية اقل مدة تنقعيه فيها 6 ساعات. يعني تنقعيها يا اما من بالليل للصبح او من الصبح للبالليل عشان تاخدي افضل نتيجة، ولو جيتي تقطميها هتلاقيها اتكسرت معاكي بكل سهولة. وبعد كده معايا بصلايه متوسطه، هقطعها مكعبات عشان تبقى سهل معايا في الضرب. بعد ما هقطعها هحطها على الفول بتاعي عادي. ولو عايزه بقى العجينه بتاعتك سبايسي كده وحرقه شويه، حط لها فلفل حراق. مش عايزاها سبايسي، بس عايزه اقولك ان القرن اللي احنا هنحطه ده مش هيأثر فيها قوي ولا هيخليها حراقه. انت عايزه طعمها يبقى حراق، حطي قرنين 3 براحتك. هحط قرن كده، ده مش بيبقى ليه اي طعم، متلاقيش الا بقى لو الفلفل بتاعك حراق قوي. وعليها 5 فصوص من الثوم كبار، او حبه كده، او راس ثوم صغننه اللي هي الفصوص بتاعتها صغيره اعملي راس ثوم، انما لو فصوصها كبيره اعملي 5 فصوص. وكام عود كده، يعني مثلا نص ربطه كزبره، اغسليها وقطعيها مكعبات. شلنا اول بس شلنا الاطراف بتاعتها وقطعنا الورق، هحطها عليه بالشكل ده. وبعد كده تسر في العجينه هي ربطه الكرات ده هتلاقيه في السوق، هتلاقيه في السوبر ماركت، هتلاقيه في اي حته. بتجيبي ربطه من الكرات تغسليه كويس وتقطعيه برضو قطع كبيره، لانه من الحاجات اللي هتبقى سهله معايا في الضرب. بس ده يا جماعه سر الطعميه، سواء اللي بره او في اي حته، هو ده السر بتاعها. بتقطعي الكرات بالشكل ده، بتحطيها عليها. عايزه اقولك ان الكرات اصلا تقدري تاكليه على جنب كده مع اي حاجه، طعمه لذيذ قوي، عامل زي العيدان بتاعه البصل الاخضر. يبقى انا كده معايا فول مدشوش، بصلايه، كزبره، كرات، والثوم. واخر حاجه بقى معايا وهي معلقه من الكزبره الناشفه. مجرد ما بتحطيها وتقلبي انت كده حرفيا بتشمي ريحه العجينه الطعميه اللي بره بالظبط، كانك شماها قدامك، تعمل ريحه حلوه قوي. وخدوا بالكم اهم حاجه عشان انا نسيت احطها قدامكم، وهي حطي ربع معلقه من الملح، ما تكتريش. بعد ما تضربيها تقيها لقيتيها عايزه ملح تاني حطي براحتك. هحط نص المكونات بتاعتي كده في الكبه، وافضل اضرب فيهم في الكبه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بس في كام خطوه وانت بتضربي لازم تاخدي بالك منهم. هتضربيها الاول، تقعدي تضربي توقفي شويه، وبعد كده ترجعي تضربي تاني. وانتي بعد ما تضربيها شويه توقفي وتنزلي الجوانب عشان كله يضرب مع الكميه في نفس الوقت بالشكل اللي قدامك ده، عشان تضمني ان كله اتطحن واتفرم. هحطهم كده، هنزلهم من الجوانب، وبعد كده هضربهم تاني. واول ما الاقيهم خلاص دخلوا في النعومه ان هما نعموا شويه، هنزل عليهم بمعلقه ميه، معلقه كبيره من الميه، حاجه بسيطه خالص عشان ما تبقاش سايله معايا ولا ناشفه. انا مش عايزاها ناشفه خالص، لا حطي ميه اولا عشان تسهل معاكي الضرب، ثانيا عشان لما تيجي تقليها ما تبقاش كبسه. ولو حسيتي ان انتي لا مش عايزه لونها اخضر قوي، لما تضربيها كده تبقى لونها اخضر، لان انتي كمان لما تقليها اللون الاخضر ده هيخلي الطعميه يعني لونها يغمق معاكي في القليه شويه. لو مش عايزه لونها الاخضر ده يبقى قوي كده، قللي عيدان الكرات شويه، لان هي اللي بتديها اللون القوي ده. عايزه اقولك قوامها بيبقى تقيل بالشكل دوت، بيبقى لذيذ قوي. كل وانت بتضربيها لقيتيها محتاجه ذره ميه، حطي لها حاجه بسيطه خالص، ما تنزليش عليها ميه كتير، لا حاجه بسيطه خالص. تقدري بقى تعبيها في الكيس او تحطيها في اكياس كده متوسطه، وتحطيش كميه كبيره في الكيس، لا على حسب استعمالك، وتحطيها في الفريزر وتطلعيها قبل استعمالها، تسيبيها تفك خالص وبعد كده تستعمليها. وبس كده، ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك.